السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ خلونا نرحب بضيوفنا، هنناقش معاهم كل ما يتعلق بلجنه العفو الرئاسي وبالحوار الوطني. النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وعضو لجنه العفو الرئاسي، منورنا. ربنا يخليك يا استاذ خالد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. كان في سؤال سالته لحضرتك، يعني زملاء حضرتك في النضال الثوري في 25 يناير وفي 30 يونيو هم دلوقتي في السجون، وفي المقابل حضرتك عضو برلماني. نعم. ماذا فعل هؤلاء وماذا فعلت لكي تحدث هذه المفارقه الان؟ طالما بتتابعني هديك القاضيه على الحته الفاضيه، ركز معايا. هي أول حاجة هتعملها يا بطل، أنا انحيازي للرئيس عبد الفتاح السيسي هو إيمان بشخصه، والرجل قال أكثر من مرة أنه مؤمن بثورة يناير. مسعد، سيب الطبلة وأنت بتتكلم معايا، ما بحبش الجو ده خالص. 2011 كان إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية. شهادة وفاة لإيه؟ وبالتالي الرجل ليس ضد ثورة يناير. يا مهندس طارق زود ما تقلقش. طارق، غير الضغوط الخارجيه في كلام عن انه مصر فيها معتقلين. في معتقلين في مصر؟ ابتسم مليجي ابتسامه ما فهمتهاش خالته نجوى، لكن انا فهمتها طبعا عشان باخد كورسات تنميه بشريه. كانت ابتسامته تحمل معنى يعني دي من ضمن طبعا المصطلحات اللي بتستخدم منذ ثورة 30 من يونيو، هي فكرة إعطاء صبغة أو بعض المصطلحات، منها مسألة الاختفاء القسري، منها مسألة المعتقلين. اللهم صل على النبي. بس ثواني يا عم علاء عشان أنا مش مترجم اللي أنت بتقوله ده خالص. بعض المصطلحات القسري طلعت وبعد كده اختفت. لا، ومعظم اللي قالوا عليهم مختفين قسريا طلعوا انضموا لداعش. هو هربوا من مصر وانضموا لداعش في سوريا وفي العراق وفي غيرها. الله، حلو ده، أنا موافق. أنا عايزك كمان مؤاخذة تعمل لي شريحة في التلفزيون تقول فيها في التلفزيون. احنا ما عندناش حد داخل السجون موجود بلا إجراءات قضائية وقانونية، واللي محبوسين وبننظر حالاتهم. في نشف شوية بس. أستاذنك ممكن تطلب تجيب كوباية مية من الثلاجة؟ كتير جدا كان الواحد بيسمع يقول لك ده في 41,000 معتقل في السجون وشاب محبوسين وصلتوا للعدد ده؟ الداخلية ما بتاخدش ناس كده وتخفيهم. اسمعني كويس، مفيش حد يعرف إنك هنا. عندكم سجون سرية مثلا خالص بتخبوا فيها الناس خالص. أنا بسأل حضرتك خالص، معلش. لا خالص. يعني أنت مش موجود؟ مفيش الكلام ده. لا مفيش الكلام ده خالص 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 خالص. كان في نقاش، وانا عضو لجنه العلاقات الخارجيه في البرلمان مع وفد انجليزي من برلمانيين خلص. وكانوا بيتكلموا على الرقم ده، فالحقيقه انه كان في تبادل وجهات نظر حوالين انه عدد المحبوسين في مصر بالنسبه لعدد السكان اقل من عدد المحبوسين في انجلترا بالنسبه لعدد السكان. بلاش الاكاذيب والاضاليل والاباطيل، فلان مختفي قسريا، لان كل من عرضتم اسمائهم على انهم مختفين قسريا، اللي طلع في داعش واللي طلع في النصره واللي طلع في ليبيا واللي طلع في سوريا واللي طلع رقيع. ولو مت في ايدينا مش هندفنك، هنحطك في حوض كيماويات في الاوضه اللي جنبنا دينا. الصبح احنا نفسنا مش هنلاقيك، لا عظم ولا اسنان ولا حاجه خالص. يعني مفيش حاجة اسمها اختفاء قسري عندكم. ليه؟ ابنك مش موجود عندنا يا ستي، شوفي في مكان تاني. والنبي يا ابني يا ستي مش فاضيلك. ولا واحد خافينه خالص، ولا واخدين ناس. مفيش. دخلت، معلش أنا آسف يا فندم. ايه يا جميل، ايه يا عسل، ايه يا روح امك. لكن احنا ما عندناش معتقل في مصر، ما عندناش معتقلين. لكن هاتوا لنا اسم واحد معتقل، هاتوا لنا ما يشير الى وجود تعذيب داخل السجون، قولوا لنا في. يا لهوي على سنين السوداء. لا يوجد معتقل واحد في سجن في مصر. احنا ما عندناش معتقلين سياسيين. ان ما عندناش معتقلين سياسيين. أنا ما عندناش في مصر معتقلين. ما فيش معتقل واحد في مصر. احنا بنقول لك بقى كاعلام ومتابعين وعالمين وعارفين، مصر ما فيهاش ولا معتقل. حضرتك ممكن تسال والراجل ده هم اللي يعرض عن ايه، هتجيب هيئه المحلفين يحلفوا بنفسهم. لان لما يجي يقول لك مثلا ايه، احنا عايزين الناس تتكلم، وانا عايز الناس تتكلم. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. وعايز يبقى في تعبير عن الراي. بما انك ذكرت موضوع الحريات وهذه الامور، لماذا اليوم في معتقلين سياسيين في مصر؟ يعني كلمة إن في حد معتقل بشكل إداري في مصر ده مش موجود. إذا كان المتكلم مجنون يبقى المصطبح عاقل. أنا والله مقتنع وبصم بالعشرة إن الداخلية زي الفل. ايه رايك في الدغدغه بتاعتنا؟ حلوه مش كده؟ زي الفل.
زي الفل يا باشا. وان السجون شيء عظيم جدا جدا، وزي ما حد قال كل الناس تتمنى توقف. مفيش تعذيب، مقتنعين بده، احنا موافقين. برافو عليك. واي حاجه بتعملها دولتنا وحكومتنا احنا موافقين عليها وباصمين بالعشره اهو. لا الموضوع استغراب، يعني ايه الحمار اللي جايبينه لنا ده؟ المعتقلين السياسيين في السجون المصرية. مفيش معتقل سياسي في عندنا. نعم مفيش معتقل سياسي. طب ما تزعلش معلش. شد الجوان يا محمد وادعي لي ربنا ياخدني، والنبي يا محمد ادعي لي ربنا ياخدني. اصل انا ماليش في الامتحان. سيادة الرئيس كان له العديد من الرسائل. يعني والمشروع الوطني في مصر كل يوم يظهر يعني عن امور كثيره. هيكون امر ليه العجب. الناس تشوفها بعينيها مباشره. هشوفه ليه العجب. يقولوا ازاي ده حصل؟ مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. في ال50 سنه اللي فاتت دي الدول بقت عمالقه. هذه الدول بنت صناعه حقيقيه. الاساتيك بتاعه الفلوس، انت بتأستك فلوس كل يوم قد ايه؟ الاساتيك دي بتيجي من بره. طب الاستك ده ايه العبقريه فيه؟ طب انا قلت 2022 هتبقى مصر في موضع تاني، انت بتتكلم الكلام ده على اساس ايه؟ ناسيين ده ولا ايه؟ بقول ان المصريين بقالهم سنين طويله جدا بيعانوا. اليابان اتمسحت بالقنبله الذريه. كوريا الجنوبيه خاضت الاول الحرب العالميه الثانيه، خدوها اليابانيين والغربيين رايح جاي زي ما بيقولوا. وبعدين بداوا بقى المشروع بتاعهم اللي احنا بنشوفه النهارده. هي في دول تانية هترجع؟ طب اشمعنى انتوا راجعين يعني؟ ازاي نبقى في وسطهم؟ وانا متصور ان السماء ابتدى يصعب عليها المصريين. يعني هيبقى في تضحيات كتيره، هيبقى في الام كثيره يصعب عليها المصريين. يعني العروسه الصغيره دي مالت، لكن في نفس الوقت بنبتدي ببنيه اساسيه صح. تغمض عينك للحظه تفتحهما تنظر فترى جسرا جديدا بني امام منزلك. هذا يحصل في مصر. بنبتدي ببنيه اساسيه صح. ايه سمك؟ ببنيه تعليم صح. ده امتى؟ وانهي تعليم؟ وانهي ثانويه عامه؟ وانهي خيال؟ ايه نسب الثانويه العامه السنه دي؟ بنيه تعليم صح. المدرس اللي بتتكلموا عليه هو انا بديله مرتب كويس؟ لا دي عندك حق. ببنيه صحه صح. الاطباء اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصه عمل في حته تانية عشان عايز يعيش. يا خساره الطب والعلم اللي احنا اتعلمناه سنين طويله. لازم يبقى جزء من مشروعنا التنموي ومشروعنا الوطني مولدا للعمله الصعبه. خلي بالك، انت عارف يعني ايه صندوق انا اشرف عليه؟ صناديق سياديه عربيه جايه تشتري في مصر. اهلا وسهلا. مش للدرجه دي. مشروعنا الوطني مولدا للعمله الصعبه. ناهيك عن ان احنا اليومين دول في ازمات. يعني موضوع شركه الكوك، انا قدمت امبارح ما يثبت ان دي لعبه ومحاوله للبيع والضحك على الدقون. قرار التصفيه او ابتدت التصفيه او تمت التصفيه 100,000 طن. السوق المصري يستوعب. موجود. وبتكلم عن الكوك بتاع شركه النصر لصناعه الكوك. هو ده منقد الفحم. منجم الفحم. جميلة بختك يا حزلقوم. مولدا للعمله الصعبه. اعمل ايه في القضايا اللي حضرتك اتكلمت عليهم؟ السياحه والتصدير. دول تعمل ايه؟ قفزه بالظبط. ايه؟ ما لازم اسهل. السياحه ايه مشكلتها النهارده في مصر؟ Why do you want to know where I'm sleeping? hotel. No, why? You have your gun, right? Where's your identification? جاب الجنرال بتاعي بقى. Do you not have identification? ابتدي بالمطار. اشمعنى احنا في العالم هل انت وانت داخل في اي مطار هناك بيدوك ورقه تقعد تملى فيها مش عارف اسمك او حاجات زي كده؟ عايزين نسجل بيانات اسمك بالكامل واسم امك وابوك واخواتك ونسوانك وعمامك وعماتك وخالاتك واولاد عمك ونسوانك. ولا انت عندك باسبور بيتعمل خط كده خلاص؟ صح. يعني كل يفصل الدم بيه. عندنا دلوقتي ثروه طائله في العاصمه الاداريه، في العلمين، في المنصوره الجديده، كل الحاجات دي آن الأوان إدارة الثروة توسع شوية. قالوا إدارة الثروة دي ولا العاصمة ولا حاجة بتكلم عليها لفئة معينة أو طبقة معينة، مش لينا احنا. انتوا بتعملوا العاصمة ليه؟ انتوا معاكم فلوس للحكاية؟ انتوا ما تدونا الفلوس دي نعيش بيها. برضو الحكاية بتاعت الغلابة دي هي جزء من الآفة اللي عندنا في مصر. الغلابة يتعلموا ما يبقوش غلابة. عيب يا ابراهيم، ما صحش. انت راجل كبير وانت متربي. الرئيس ايضا اتكلم على الدوله، يعني ايه مفهوم الدوله وانت بتاخد قرار استراتيجي في اي شيء؟ احنا ماشيين بكرم الله. انما انت عايز الدوله دي مش مجرد انك تبقى رقم، انك انت عايز هل تبقى في صفوف المتقدمين ولا في صفوف المتاخرين. انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. لا يوجد غداء بالمجان في اي حته في الدنيا. لا، عايزين تقولوا ان احنا يبقى الامر ده كده
اذا الغني يطلع يدي الفقير. عاد فلوس. ايه؟ عاد فلوس. يلا. وان احنا 100 مليون واحنا ايضا مليون كيلو متر مربع. نعم. ابتدينا ندرك ان المليون كيلو متر مربع ده مش رمل، ده سيليكون، معناها سولار انرجي اللي ممكن تتحول الى امور كثيره. فاحنا في بلد في مصادر ثروه طائله. احنا ما عندناش ثروات، وانا بقول لكم كلكم عشان ما حدش يتوهم ان في الدوله المصريه ثروات. الميه عندنا في موضوع اثيوبيا وحاجات زي كده، بس احنا عندنا بحرين. يلا اهي هناك اهي، يلا عشان تنط على البحر وتروح. بعض الناس يقول لك وانا ليه اتحمل وانت بتاخد بعض القرارات الخاطئه. انا عندي جواب واحد للحاجات دي. طب مشروعك انت ايه؟ نشر عالم الفضاء المصري عصام حجي وفريقه العلمي ورقة علمية للرد على التشكيك الذي طال بحثه المنشور العام الماضي بشأن حجم العجز المائي لمصر أثناء ملء سد النهضة الإثيوبي. طب مشروعك انت ايه؟ النقد توجه بيتهم بحثنا الأصلي بالمبالغة في حجم العجز. حجم المية المتاح لينا بالكامل ما بقاش كافي لينا دلوقتي. وردينا أنها كلها نقاط خاطئة وكلها مترجمة بالكامل من السوشيال ميديا ومستوحاة من بوستات يمين وشمال. حتى يتعجبوا أصحاب الحيل، يعني العفاريت يعني يتعجبوا. 5 بالحب. يقولوا ازاي ده حصل؟ مال